السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا الكريم مولانا وشفيعنا يوم الموقف العظيم. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بشكركم جدا يا جماعة، وبشكر اي حد اشترك عندي واي حد دخل لي القناة وكتب لي كومنت جميل. ربنا يسعدكم ويفرح قلبكم. والله 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 انا بحب ابص على الكومنتات بتاعتكم وبحب اقرا كلامكم الجميل. ربنا يبارك لكم ويديمكم نعمة في حياتي يا رب، اللهم امين. بشكر اي قناة دخلت عندها ومتابعينها، ولو واحد منهم جبروا بخاطري وجم عندي. والله انا بشكرهم جدا، لان القناه يا جماعه اللي بيعملها المتابع مش صاحب المحتوى. حتى لو كان محتواه ايه، المتابع هو اللي بيبني القناه. انا بشكركم جدا يا جماعه، وحتى لو قناتي ما اتفعلتش انا كسبت اخوات واخوات جميله جدا على راسي من فوق. بشكركم جدا، وبتمنى اي حد يخش عندي يشاهد الفيديو للاخر ويحط لي لايك وكومنت الحلو اللي بيساعدني، ونسمي الله ونصلي على الرسول. وهتعملي ايه نسمه بقى النهارده؟ تعالوا بقى انا اقول لكم هنعمل ايه. احنا النهارده انا بصور بالليل، فاحنا عايزين عشاء. وبصراحه الدنيا حر، اللهم اجرنا من نار وعذاب النار، اللهم امين يا رب العالمين. فانا معايا هنا علبه بلوبيف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاه والسلام. معايا هنا طماطم انا مقطعاها على ايدي يا جماعه. في الكبه مش هتديكي نفس النتيجه خالص، عشان ابقى متفقه معاكي. ومعايا هنا قرنين فلفل رومي صغيرين مقطعاهم بالمنظر ده على ايدي. لازم تقطعيهم صغيرين كده، وبرده في الكبه مش هيدوكي نفس النتيجه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا الكريم. معايا هنا بصلايه متوسطه عليها سمنه على زيت، لا سوري معلش انا اسفه، عليها سمنه على زبده. انا يا جماعه ما بطبخش بزيت خالص، وما بحطش وما بحط الزيت على اي حاجه غير ان انا احمر بيه بس، لان احنا طول عمرنا زمان عمرنا ما كنا بنطبخ بالزيت ده. انا مفوجئه ان في ناس بتطبخ بالزيت وناس بتعمل الكيكه بالزيت، وبرضه لولا اختلاف الاراء لبارت السلع. ربنا يسهل كل واحد لقمته. انا معايا هنا معلقه سمنه على زيت على زبده، ومعايا بصلايه متوسطه مقطعها على ايديا، مش محتاجه يا جماعه كبه. سمي الله وصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وابدا بسم الله الرحمن الرحيم. معايا هنا ايه بقى؟ معايا هنا بطاطسيتين متوسطين بس يا سيد من فضلك. معايا هنا بصلتين، يا ابني لخبطتني يا حبيب قلبي، معلش يا جماعه انا متاسفه جدا. معايا هنا بطاطسيتين مقطعاهم مكعبات وغسلهم كويس جدا وحاطه عليهم ربع معلقه ميه وهسلقهم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلت على الله. اولع بس كده البوتاجاز. هنا هسلق البطاطس وهقول لكم هنعمل فيها ايه. وهنا هبدا احمر البصلايه. معلش يا جماعه عذر على صوت سيد. زي ما انت شايفه كده هبدا احمرها بقى بس يا سيد. هحمرها وهفتح علبه البلوبيف، وهشوف بقى ايه اعمل ايه تاني لحد ما البصله تتحمر. بصوا يا جماعه كده البصله ابتدت تتحمر معايا، هتاخد لون اهي. بسم الله وصلى على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. زي ما انت شايفه لونها كده ذهبي، عشان طبعا الدنيا حر وما تعملش حرقان للاولاد بالليل. هنا معايا قرنين الفلفل هحطهم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلت على الله. اكله خفيفه على فكره، تنفع معاكي غدا، تنفع معاكي عشاء، تنفع معاكي فطار، اللي انت حباه يا ست الكل اعمليه. هدي بس الفلفل تشويحتين يا جماعه، تشويحتين بس عشان بس يدبل. وهعمل ايه؟ هنزل عليه بقى بالطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم. في المرحله دي عايزه تحطي معلقه صلصه معلبه حطي، مش عايزه تحطي براحتك يا ست الكل اللي انت عايزاه. بسم الله الرحمن الرحيم. كده هعمل ايه بقى؟ هحط عليه الطماطم. بسم الله. بسم الله. سيبيهم بقى مع بعض، ما تحطيش اي توابل خالص دلوقتي. انا ما بحطش يا جماعه اي توابل دلوقتي خالص، لان التوابل ريحتها بتتبخر مع الغليان بتاع الاكل، صدقيني وخدي الكلمه دي من اختك نصيحه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاه والسلام. هسيبها بقى تتسبك مع نفسها خالص خالص لحد ما تصفى خالص، وكل الميه اللي فيها دي يا جماعه ايه تروح. ابص بص على البطاطس. بسم الله الرحمن الرحيم. وما شاء الله اللهم بارك، البطاطس بتغلي معايا اهي. هسيبها برده لحد ما تستوي خالص خالص، واسيب الطماطم برده ايه معاها مكمله. بصوا يا جماعه معلش، اصل انا في اول دور فالجو عندي سخن جدا فالتليفون فصل للامانه. انا حطيت قرنين الفلفل اتشوحوا شويه مع البصله، وبعدين نزلت عليهم الطماطم وسبتهم يغلوا اهم من غير اي حاجه، من غير اي توابل. ما تحطيش اي توابل في الطماطم غير لما تحس ان انت خلاص يا جماعه هتطفي عليها، لان ريحه البهارات اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا الكريم. ريحه التوابل يا جماعه بتتبخر من الحاجه، فما تحاوليش تحطي فيها التوابل. وهنا البطاطس معايا دخلت في السوا خلاص اهي ما شاء الله اللهم بارك. هنا بقى انا هعمل ايه؟ انا مش عايزه احمر توم بالبطاطس، لان كلنا عارفين يا جماعه ان احنا بالليل، انا بصور بالليل وده هيبقى عشاء والجو حر. طب ما هتعمليها ازاي يا نسمه؟ انا معايا هنا يا جماعه نص كوبايه لبن، نص كوبايه لبن شركات مش بلدي، لان البلدي بيقطع يا جماعه زي ما انا قلت لكم كده في فيديو القرنبيط. ده نص كوبايه لبن شركات. وبعدين يا نسمه هتعملي ايه؟ ومعايا هنا معلقه توم اللي انا مفرزاه، توم ابيض خالص. هعمل ايه بقى عشان انا مش عايزه فيها توم؟
هحط معلقه التوم دي على نص كوبايه اللبن. هعمل البطاطس دي بيوريه يا جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم. طب يا نسمه هتعملي ايه في اللبن ده بعد كده؟ هدفيه على النار. هدفيه على النار ليه بقى؟ هدفيه على النار عشان اخد منه ريحه التوم اللي هتبقى فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا كنت هحطه في جزرولة يعني بتاعت لبن، بس لقيتها هتبقى عاليه وانتم مش هتشوفوها، فقلت احطه في طبق واوطي عليه النار. انا يا جماعه مش هغلي اللبن، انا هدفيه بس، انا مش هغلي اللبن. ليه مش هغلي اللبن؟ انا هدفيه بس عشان ياخد ريحه التوم، وبعدين اقول لكم احنا هنعمل فيه ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. هسيبه كده لحد ما يسخن، يعني تحطي صباعك فيه تستحملي صباعك، بس اوعي تغلي اللبن عشان ما يقطعش معاكي في البطاطس. بصوا يا جماعه انا هنا خلاص خليت اللبن، بص زي ما انت شايفه كده سخن، مش لدرجه اللي انا ما اقدرش احط فيه ايدي. هعمل ايه بقى؟ انا مش عايزه التوم اللي انا حطيته فيه. بسم الله، اسمي الله، واعدي اللبن ده بالتوم على مصفى. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انت شايفه، يا رب التصوير يبقى واضح يا ست الكل. انا كده خدت ريحه التوم واستغنيت عنه، ومش هتبقى تقيله ولا اي حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده التوم اهو زي ما انت شايفاه معايا بالظبط. بس المنظر عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. هستغنى عنه بقى خلاص ده كده. بسم الله. وهنا الطماطم معايا على النار. بسم الله، اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وهنا البطاطس استوت معايا، فانا هطفي عليها خلاص كده. هصفي منها الميه. بصوا يا جماعه انا هنا صفيت البطاطس وعملتها بالمنظر اللي انت شايفاه دوت كده. في المرحله دي عايزه تحطيها في الكبه وتحطي عليها اللبن وتديها ضربه عشان تبقى بويريه اكتر، اعملي كده. انما انا مش هعمل كده، انا هكتفي ان انا هشوحها على النار. شايفه الشمعه اللي انا عاملاها في النار دي؟ هحط كده بسم الله، وهتحط عليها اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلت على الله، اللهم بارك. هتاكلي شويه بطاطس انا مش قادره اوصف لك جمالهم. بسم الله الرحمن الرحيم. حط اللبن كده. بسم الله. واعمل ايه تاني بقى؟ بسم الله. انا معايا هنا سمنه على زبده، هاخد منها معلقه محترمه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب بس معلقه نضيفه يا جماعه. بسم الله اللهم بارك. هاخد حته محترمه يعني. خدي سمنه على زبده، ما عندكيش سمنه على زبده حته سمنه او حته زبده كله هيبقى عادي يا جماعه وهيقضي الغرض برده، بس ما تحطيش عليها زيت عشان ما انصحكيش بيها للامانه. بسم الله الرحمن الرحيم. وهفضل اقلب فيها كده. طبعا احنا كلنا يا جماعه عارفين ان البطاطس ما بتاخدش بهارات. هعمل ايه؟ هحط لها كمون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بس يا سيد، اقرب حاجه للبطاطس الكمون يا جماعه، بيخليها جميله جميله وبيخلي ريحتها حلوه جدا. لو انت عايزه تديها رشه فلفل اسود اديها، انا بصراحه يا جماعه بستكفى بالكمون بس. بسم الله الرحمن الرحيم. بتبقى خفيفه وتقدري تاكليها فطار عشاء غدا زي ما تحبي، وانا حاطه الملح في الاول وهي ملحها كده مظبوط تبارك الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. هفضل اقلب فيها كده لحد ما اظبط القوام بتاعها. وهنا معايا الطماطم بتتسبك لسه على النار. بسم الله. بص انا هنا خلاص نزلت البطاطس من على النار، طفيت عليها، وهنا معايا الطماطم نشفت خالص. هعمل ايه؟ هحط عليها علبه البلوبيف اللي انا فضيتها. بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا الكريم. انا لسه ما حطيتش اي بهارات يا جماعه، لسه ما حطيتش اي حاجه عليها. الحمد لله رب العالمين. بسم الله تبارك الرحمن. انا مش قادره اوصف لك الاكله دي طعمه قد ايه. خديها من اختك اعمليها فطار غدا عشاء اللي يريحك يا ست الكل، هي الحقيقه تنفع كل حاجه بامانه يعني. سيبيها بقى كده تاخد وتدي مع نفسها لحد ما الميه بتاعت البلوبيف تنشف، لان البلوبيف يا جماعه فيه ميه، البلوبيف فيه ميه ولازم تنشف معانا، ما ينفعش نسيبها ايه كده. هنا انا البلوبيف بسم الله ما شاء الله اللهم بارك ابتدى ينشف معايا زي ما انت شايفاه بالمنظر ده. اللهم بارك. هنزل عليه بايه بقى؟ هنزل عليه بنطره من الفلفل الاسود، حاجه بسيطه يا جماعه. نص معلقه بابريكا مدخنه. ملح، الملح ده محمر كده يا جماعه عشان ده ملح هيمالايا اللي هو بتاع الضغط. ومعايا هنا ربع معلقه البهارات اللي انا عاملاها. انا هنا مقلله الفلفل الاسود عشان البهارات اللي انا عاملاها انا حاطه فيها فلفل اسود، فانا هحط هنا فلفل اسود حاجه بسيطه، بابريكا مدخنه، ملح، شويه بهارات من اللي انا عاملاهم، يعني نص معلقه صغيره كده من بتاعه الشاي. اسمي الله واصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. هنا بقى انا هدي غلوه واطفي عليه. انت عايزه تنشفيه عن كده نشفيه، عايزه تسيبيه على كده سيبيه، هو اي حاجه من ايدك يا ست الكل هتبقى زي الفل، وربنا يحسن ما بين ايديا وما بين ايديك، واللهم امين يا رب العالمين. وبالهنا والشفا لكل اللي ليه نصيب وهياكل منه ان شاء الله.
هديله بقى غلوتين كده مع التوابل عشان يشرب من التوابل، وبعدين او استنى لا ينشف شويه وبعدين اطفي عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. ايه رايكم بقى يا جماعه في المنظر ده؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. بس طبعا ما عنديش حاجه سلطه عشان ما نزلتش. بسم الله توكلت على الله. الاكله دي يا جماعه تنفع فطار، تنفع غدا، تنفع عشاء، اللي انت عايزاه يا ست الكل. بصي اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك، اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. حاجه كده يعني تاكليها من ريحتها بس والله. بالمنظر ده هتكفي معاكي وتوفي وتفيد ان شاء الله، وتاكلوها وبالالف هنا وشفا عليكم. بصوا بسم الله ما شاء الله عليها، اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. بتتكلم عن نفسها يا جماعه والله. بسم الله اللهم بارك. تعالي بقى على البطاطس هنا. بسم الله. اللهم بارك، اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. طبعا مقطعه خيارتين كده عشان اللي يجي ياكل. بصي البطاطس ما شاء الله عامله ازاي منظرها. اللهم بارك عامله ازاي. ما شاء الله عليها، اللهم بارك عليها. ما فيهاش. هاتي بطاطس بريحه التوم وما فيهاش توم، وهتنامي خفيفه وهتفتكري نسمه وتدعي لها دعوه حلوه. بصي منظرها. اللهم بارك بيتكلم عن نفسه يا جماعه والله. بصي المنظر عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، تبارك الرحمن. اللهم بارك. انا بقى يا جماعه اتمنى ان دخلتي عندي في الفيديو وخدتي مني معلومه صغيره ولو قد كده، ما تنسيش اختك نسمه بالدعوه الحلوه الشفاء العاجل وهدايه حالي، والدعوه الحلوه للسيد ان ربنا يشفيه ويهديه لي يا رب، اللهم امين. ويخلي اولادي ويخلي اولادكم ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه، اللهم امين يا رب العالمين. واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم.